نحن في مكتب باب الهوى الآن وعلى أبواب السفر إن شاء الله عز وجل، وقمنا بتجهيز الحجاج كناحية إدارية وشرعية إن شاء الله عز وجل، دورات تدريبية للحجاج على مناسك الحج. الموجهون الدينيون قاموا بواجبهم تجاه الحجاج، ونحن كرؤساء مجموعات وإداريين قمنا بتدريب وتهيئة الحجاج للسفر وترتيبهم في المعابر بحيث ينتظمون ولا تحدث أي فوضى. والحمد لله الهيئة العامة السورية للحج والعمرة في كل عام نرى تطوير وتحديث وارتقاء في خدماتها للحج. حقيقة مشكورة جزاهم الله عنا كل خير. في هذا العام قمنا بعملية استباقية للحجاج، قمنا بتصوير الجوازات ووضع رقم موافقة الخارجية التركية على كل صورة جواز، وقمنا بإدخالهم إلى المعبر والتحقق من حالتهم الأمنية بدخول تركيا. مقابلة مع من فادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقوم الآن باستقبال الأخوة الحجاج في نقطة تجمع الحجاج السوريين في مكتب باب الهوى للهيئة السورية للحج والعمرة، وذلك لأخذ البصمة في المعبر التركي عن طريق صورة الجواز. والحمد لله رب العالمين، هذه الخطوة من أهم الخطوات في رحلة الحج. الله أسأل الله أسأل الله أسأل التيسير لنا ولجميع حجاج بيت الله الحرام. والسلام.